السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض احلى طاجن لحمة ببصل في الجمهورية كلها. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة كده انا معايا 600 جرام من اللحمة، تقدري تشتغلي باي كمية انت عايزاها، سواء نص كيلو كيلو ولا ربع كيلو زي ما تحبي. اللحمة هنا انا مقطعاها رفيع قوي، تقدري برضو تسيبيها زي ما هي، زي ما جاية كده من عند الجزار، ما تقطعيش منها حاجة. يعني التقطيعة دي في ايديكي وزي ما تحبي، تقدري تقطعيها اصغر من كده كمان. هبدأ ان انا اجيب كسرونة كده على النار، وهبدأ ان انا احط فيها معلقة كبيرة من السمنة. وهنا كان عندي حتتين دهن من الضاني، ابتديت ان انا احطهم، واول ما السمنة والدهن ابتدوا ان هما يشكشكوا كده ويتخنوا على النار، هنبدأ ان احنا ننزل باللحمة بتاعتنا واحدة واحدة. طبعا هنا بننزل باللحمة واحدة واحدة ليه؟ علشان خاطر ما نبردش الطاسة بتاعتنا، لان احنا عايزين اللحمة بتاعتنا تاخد صدمة. طب افرضي هي ما خدتش معايا صدمة مثلا والطاسة خدعتني ونزلت مية، بنسيبها خالص، ما بنقلبهاش ولا بنيجي ناحيتها او يمتها خالص لحد ما تشرب المية بتاعتها دي، لان احنا بنحمر اللحمة، عايزين نحمرها مش عايزين نسلقها. تمام. ببدأ بنزل بالكمية بتاعتي كلها، والنار هنا بتكون نار عالية، مش نار هادية ولا واطية، بتكون نار عالية علشان خاطر زي ما قلنا عايزين ان احنا نحمر اللحمة. اول ما اللحمة بتتحمر ما تجيش ناحيتها، برضو انا عايزة اوريكي ان هو لونها بيتغير بسرعة لكن مش بتحمر بسرعة، فبتاخد وقت شوية على ما بتحمر. اول ما تحمر معاكي بتبتدي ان انتي تقلبيها على الوش التاني، بحيث ان هي تتحمر من هنا ومن هنا، وبعد كده نشوف المكونات بتاعتنا اللي هنحطها عليها. انا هنا كانت ابتدت ان هي تتحمر معايا، فابتديت ان انا اقلبها علشان خاطر اديها صدمة تاني، وفي نفس الوقت بقى بقت ايدي فيها ان هي كلها تبقى لون واحد، وكلها تتحمر معايا كويس جدا من كل جنب ومن كل جهة. على ما اللحمة بقى تحمر كده هبتدي ان انا اقطع البصل بتاعي، بكون محضرة البصل. طبعا عندك مثلا نص كيلو لحمة بتحطي عليه نص كيلو بصل، كيلو لحمة يبقى كيلو بصل. انا هنا كان معايا 600 جرام من اللحمة، حطيت عليهم 600 جرام من البصل. والبصل هنا تقدري ان انتي تخليه بصل ابيض او احمر الموجود عندك. بقطعه كده بالمبشرة او بالاداة اللي هي بتاعت الشيبسي، وممكن تقطعيه بايديكي، ممكن تقطعيه على المبشرة، المهم ان انتي تقطعيه شرايح رفيعة زي ما حضرتك شايفاها بالشكل ده. ببدأ ان انا اقطعه كله بالكمية معايا يعني كلها. وبعدين رجعت للحمة قعدت اقلب فيها بقى لحد ما خدت اللون الحلو اللي حضرتك شايفاه ده. لازم تاخد اللون ده معاكي علشان في الاخر اللحمة بتاعتك تبقى لونها حلو، وما تبقاش بيضة معاكي في الطاجن اللي احنا هنعمله. كل ما اللحمة تكون معاكي لحمة صغيرة ما تغيبش في السوا، لكن لو لحمة كبيرة هتغيب معاكي في السوا. بس لو انت بتستخدمي مثلا حتة لحمة ما بتستويش بسرعة، هقولك ان شاء الله تعملي ايه علشان خاطر ما تاخدش برضو معاكي سوا زيادة عن اللزوم على النار. بعد ما اللحمة احمرت بالشكل ده ابتديت ان انا اديها رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود، وهقلبها برضو تقلبتين، وهنبدأ ان احنا نجيب البصل بتاعنا بقى اللي احنا قطعناه، اللي هو 600 جرام من البصل او نقول نص كيلو من البصل، وهنبدأ ان احنا نضيفه على اللحمة، بس تتأكدي الاول ان هي احمرت كويس جدا من كل جنب كده. بنبدأ نضيف البصل في الاول، بتحسي ان البصل كتير قوي، ان البصل كتير قوي على اللحمة، لكن ما بيبقاش كتير، هو مجرد ما بتاخد تقلبتين 3 كده مع اللحمة بتبص تلاقيه دبل مع اللحمة وما بيبانش اصلا كتير. تمام. وبعدين هي اسمها لحمة ببصل، يعني هي دي طريقتها. هنبدأ بقى ان احنا نقلب كده لحد ما البصل واللحمة ياخدوا من بعض كويس جدا. واول ما البصل بيبدأ ان هو يدبل معانا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، بنبدأ على طول نضيف الاضافات اللي بعد كده ان شاء الله. مبدئيا كده انا عايزاكي توصلي لحد المرحلة دي، وتبدأي ان انت تسخني مية في الكاتل او على البوتاجاز، وبتاخدي منها نص كوباية من المية، نص كوباية من المية المغلية. وبتبدأي ان انتي تهدي النار او توطي النار، وتسيبي بقى تغطيها يعني، وبعدين تسيبيها بقى تستوي. اول ما المية دي بتنشف، اول نص كوباية بنحطها، اول ما تنشف تماما كده وما يبقاش اللحمة فيها مية خالص، بنبدأ ان احنا نضيف الاضافات بتاعتنا، اللي هي عبارة عن ايه؟ بتكوني مقطعة حبتين طماطم متوسطين كده بتقطعيهم زي السلطة، مش بتضربيهم في الخلاط، بتقطعيهم زي السلطة كده، وبتبدأي ان انتي تنزلي على الخليط ده بيهم،
ونص قرن شطة، ده اختياري، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه مفيش اي مشكلة. بنبدأ ان احنا ندبلهم مع بعض برضو. وفي نفس الوقت هنا لو اللحمة بتاعتك بقى كبيرة، اللي هي اللحمة الكبيرة اللي ما بتستويش بسرعة، بتجيبي نوى بلح وبتبدأي ان انت تحطي حوالي 3 نوات كده او 4 مع اللحمة لحد ما تستوي. دي بتسرع من عملية السوا بتاعت اللحمة بتاعتنا. تمام. وفي الاخر خالص بتبدأي ان انت تستبعديهم خالص من اللحمة علشان ما يجوش يعني في الاكل وكده. حطيت معلقة من الصلصة وعليها رشة من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعت الصلصة بتاعتنا، وهقلبهم كويس جدا برضو مع بعض. وهبدأ ان انا اضيف التوابل. هضيف فلفل اسود وشوية من الكزبرة، وبعدين هبدأ ان انا احط شوية من السبع بهارات ورشة من جوز الطيب، هتديها طعم حلو جدا. رشة بسيطة خالص لا تذكر يعني. والملح بتاعنا طبعا مش هنحطه دلوقتي خالص الا لما اللحمة بتاعتنا تستوي. نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وبعد ما يتقلب كده وتحسي ان هو كل حاجة خدت من بعضها، بتبدأي ان انت تضيفي نص كوباية كمان من المية. كل ما المية تنشف معاكي واللحمة ما استوتش بتزودي نص كوباية بنص كوباية. ما بنزودش اللحمة كلها مرة واحدة او المية كلها مرة واحدة ونعمل لها شوربة، لا احنا عايزينها تستوي كده على مهلها علشان خاطر تاكلي حتة لحمة حلوة وتحسي بطعمها. هنحط برضو نص كوباية، وابتديت ان انا اغطي عليها وهدي النار بقى علشان تستوي كده مع بعضها كويس جدا. وكل ما كانت بتنشف معايا كنت بحط لها شوية من المية. هنا التسوية طبعا بتبقى على حسب اللحمة اللي انتي شارياها. هنا في الوقت ده كان خلاص اللحمة استوت معايا تماما. ابتديت ان انا اقلبها كده وشفتها لقيتها خلاص استوت. ابتديت ان انا احط لها الملح بتاعها، والملح هنا بيكون حسب الرغبة. خلاص حطينا الملح. بعد ما بنحط الملح بنبدأ ان احنا نسيبها بس دقيقة على النار علشان خاطر الملح ياخد في اللحمة بتاعتنا. وبعد كده بنبدأ ان احنا نجيب طاجن او صينية او اي حاجة عندك تدخل الفرن، وهتبدأ ان انت تحطي فيها اللحمة. وبعد ما حطيت فيها اللحمة هنا في خطوة اختيارية تقدري ان انت تعمليها او لا حسب ما انت عايزة يعني. كان معايا قطعة زبدة كده بلدي، ابتديت ان انا اقطعها واحطها على الوش بتاع اللحمة. بنكون مسخنين الفرن بتاعنا كويس جدا على الشواية. هي عايزة شواية مش عايزة اكتر من كده يعني، ما تولعيش فوق وتحت. هي الشواية بتقعد تحت الشواية من 10 دقايق لربع ساعة كده لحد ما تحسي ان الوش بتاعها اتشكشك كده واللحمة اللي على الوش احمرت وخدت لون حلو. تبدأي ان انت تطلعيها على طول على التقديم. قعدت معايا حوالي في الفرن على الشواية حوالي ربع ساعة، وابتديت ان انا اطلعها وبقت بالشكل الجميل ده. حاجة كده ما شاء الله. لو لسه محطتيش لايك للفيديو ياريت تنزلي وتحطي لايك وتسيبي تعليق من ايديك الحلوين. ولو اول مره بتشوفي القناه بتاعتي ياريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نقدمها بقى مع رز بالشعريه، رز حبايه وحبايه، اي حاجه، اي نوع رز انتي بتحبيه، حاجه كده ولا الصوص بتاعها حاجه في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربيها بنفس الطريقه وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها. طبعا اللحمه كانت سخنه على ايدي. انا عايزه اوريلك قد هي مستويه، بس كانت سخنه قوي معرفتش ان انا اتحكم فيها. بس يعني انتي ما بتدخليهاش اصلا على الشوايه الا لما بتتاكدي ان اللحمه بتاعتك استوت 100%. كده تكون وصفه النهارده خلصت معانا. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده على الف خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.